مش كل احساس بالراحه معناه انك ارتحت فعلا. ممكن تكون مجرد لحظه وبعدها كل حاجه ترجع زي ما كانت. خليني اقول لك مثال بسيط. اغلب الناس اللي بتدخن عارفه ان التدخين مضر، وعارفه انه ممكن يسبب مشاكل صحيه خطيره، بس المشكله مش هنا. المشكله انك فاكر ان السيجاره بتهديك وانها بتخليك اروق وبتخليك اهدى، بس الحقيقه غير كده تماما. هي مش بتهديك، هي بتسكت احساس كان موجود قبلها. يعني كل مره بتدخن بتحس براحه سريعه كده، وبعد شويه الاحساس ده بيقل، فبتلاقي نفسك محتاج لسجاره تاني، مش عشان ترتاح لكن عشان ترجع لنفس الاحساس المؤقت. وده اللي بيخلي الموضوع يتحول لعاده، ومع الوقت الموضوع مش بيبقى اختيار كامل زي ما انت فاكر. الموضوع بيبقى فيه جزء منه متحكم فيك، ده بيأثر عليك في حاجات بسيطة بس مهمة، على تركيزك، بيأثر على طاقتك، بيأثر على مستوى توترك. مش بطلب منك انك تبطل تدخين دلوقتي، بس على الأقل تكون عارف ايه اللي بيحصل، لأن أول خطوة في أي تغيير انك تشوف الصورة بوضوح. لو قررت تقلل أو تبطل تدخين، الحلقة الجاية هقول لك تبدأ ازاي من غير ما تحس انك بتعذب نفسك.